مرحبا أعزائي المشاهدين، معكم الشيف إدمون. اللي دا يشوفني أول مرة أتمنى أن يشترك بالقناة ويفعل الجرس ويسوي لايك وشير للفيديو على مود يوصل كل شي جديد. مع الوصفة مالتنا اليوم هي يوكي، أكلة إيطالية. أنا راح أسويها بطريقتي وأقدم وياها اللحم، وتابعوني التفاصيل بعد الفاصل. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين. نحتاج بتيتا، طبعا الكمية انتوا اللي تحددوها. أنا عندي بتيتا خاصة نسويها البطاطا المهروسة. ناخذ نسلقها، نقشرها ونسلقها إلى أن تستوي. ناخذ كيلو تقريبا، أقل من كيلو من البطاطا، وراح نهرسها بهذا الشكل مثل ما تلاحظون. بعد ذلك راح نخلي ملح تقريبا ملعقة طعام ونص. البتيتا تحب ملح شوية زيادة. نحط تقريبا خمسة ديسيليتر أو 500 غرام بالبداية من الطحين، ونخلي بيضتين، ونقدر نستغني عن البيض إذا نريد نسويها صيامية بدون لحم. راح نخلي ملعقتين طعام من الزيت الزيتون. إذا حبيتوا زيت ما تحبوا زيت زيتون تستعملون أي زيت انتو تحبوه. راح نخلط المواد هاي مع بعض إلى أن تندمج ويصير عندنا العجين. ونشوف إذا احتاجينا بعد طحين. هاي احتاجينا تقريبا كيلو من الطحين خليت عليها. صارت عندنا العجينة جاهزة بهذا الشكل. راح نكورها ونسويها قطع صغار، ومثل ما تلاحظون نفتح كمية صغيرة ونخليها تقريبا بهذا الحجم مثل ما تلاحظون. نقطعها كلها ونسويها بطرف الشطل أو الجنقال نسميه احنا بالعراقي. بهذه الطريقة راح نسوي كل اللي قطعناهم بهذا الطريقة. وإذا بتحبون أيضا بس تكوروها تسووها طولانية، يصير حسب الرغبة. العجينة مالتكم هي شون انتو تحبوها، أو انتو شون تفننون بها. راح نسوي الكمية كلها بهذا الشكل. طبعا احنا محضرين الماء على النار. نفور الماء، نحط له ملح، كمية من الملح زينة بهاي الطريقة تلاحظون، على مود يصير عندنا هاي الخطوط اللي بالنص. وهذا مو شيء إجباري، انتو بكيفكم. هاي أكلة اللي راح نقدمها، راح نخلي وياها طماطة، صلصة الطماطة بطريقة كلش حلوة. هسه نزلنا اليوكي، القطع اليوكي بالماء، نسلقها بس تطوف، نشيلها من الماء لأن نريد تنسلق هواية. نشيلها نخليها بمصفاة على مود الصفة، وراح نسلق الكمية اللي سويناها كلها. طبعا انتو تقدرون تحطون بالفريزر أو تحطوها بالثلاجة عدة أيام، بس تحتاجون الكمية اللي انتو تحتاجوها. بهذه الطاوة الجديدة راح نخلي زيت زيتون إذا تحبون، أو أي زبدة نحطوها، ونقلي الطماطة إلى أن يصير عندنا طماطة مع ثوم. نقلبهم ونخلي صلصة الطماطة أيضا، طماطة مهروسة يعني مصفاية. نخليهم تتسبك المواد مع بعض، نخلي لهم ملح و باسيليكا. راح نخلي إذا احتاجينا مي راح نخلي مي من اللي سلقنا بيه القطع اللي سويناها اليوكي، وخلينا قليل من الريحان ينطي طعم ونكهة إيطالية. البهارات اللي يستعملوها أكثر شيء هي الريحان والأوريغانو، الزعتر. حطينا ملح أيضا، وراح نخليهم تستوي. وهسه نزلنا اللحم. طبعا اللحم أنا طابخة لحم غنم، طابخة وحاطة على صفحة، قطعته قطع
وسط، وهاي حسب الرغبة أيضا. إذا تريدوها بس صيامي أو بدون لحم نباتية ما راح تخلون لا بيض ولا لحم. وراح ننزل أيضا باقي اليوكي بهذا الصوص. وراح نتركها تتسبك أو تستوي المواد مع بعض على درجة حرارة متوسطة إلى أن يستوي الطبق مالتنا. وبعدين راح نشوف طريقة التقديم شلون راح نقدمها. هسه ننزل اليوكي، قطع اليوكي مع الصوص واللحم على مود ينطينا طعام، ياخذ طعام الصوص من ينطبخون مع بعض. احنا اوريدي طابخيها اليوكي واللحم مطبوخ جاهز، بس اخذوا طعم على مود ينطينا طعم اكثر لذيذ ويكون طبق شهي وخفيف ايضا. وراح نتركهم تقريبا 10 دقائق الى نحس كل المحتويات استوت وصار عندنا الطبخة صارت جاهزة. ننزل البقية انتو حسب الكمية اللي تحبون او تحتاجون تقدموها. تقدرون تسوون كمية صغيرة او كبيرة، هاي عايدة لكم. واللحم ايضا مثل ما قلنا لكم مستوي، يعني بس نريد ياخذون طعام اليوكي، القطع اليوكي ان تاخذ الطعام الصوص واللحم مع بعض. صحتين وعافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، تفعلون الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد من عندنا. وإذا عندكم أي استفسار تكتبوني بالتعليقات أي شيء تريدون تسألوه، وتكتبوا لي أيضا من أي بلد أنتم تتابعوني إذا وصلتوا لغاية هذا المكان من الفيديو. وشكرا على المشاهدة، ونشوفكم بفيديو قادم ووصفة جديدة إن شاء الله. تحياتي مطبخ الشيف إدمون.